أهلا بيكم مع برنامج رمضان اشحن طاقتك. لو أنت يا صديقي من الناس اللي مش بتعرف توازن بين العبادة والشغل والأسرة وفي كل حاجة، يبقى أنت مش لوحدك. الوقت بيجري بشكل أسرع في رمضان، وكأن الساعة في الشهر ده بتتحرك بسرعة الضوء. تعال بينا نشوف إزاي نقدر نسيطر على وقتنا ونحقق كل أهدافنا الرمضانية، وإزاي تكون قادر تدير العبادة وتكون شريك في البيت وتبني مستقبلك في رمضان. الخطوة الأولى، لازم تكون عندك خارطة طريق، وده هيساعدك إنك تأدي يومك بكفاءة وتوازن. لازم تقدر تخصص وقت للعبادة ووقت للشغل ووقت للعيلة، وتحس إنك ماسك بزمام الامور عشان الدنيا ما تخطفكش مره واحده. قسم يومك ل3 فترات: العباده، العمل، العائله، وحدد وقت ثابت لكل فتره. خلي كل فتره منهم بتمثل هدف معين، زي مثلا وقت العباده يبقى النيه، وقت العمل للانجاز، وقت الاسره هو التواصل والتقويه. الخطوه الثانيه، استغل التكنولوجيا لصالحك. خلي بالك التليفون مش عدوك، خلي التطبيقات تكون صديقه ليك. لو عندك تطبيق يساعدك في تنظيم الوقت او في التذكير باوقات الصلاه، كده يبقى عندك اسهل طريقه للنجاح، وتكون التكنولوجيا مساعده ليك في رمضان مش المسبب في ضياع وقتك. الخطوة الثالثة، حافظ على وقت العيلة، خليها لحظة مميزة فعلا. خلي رمضان الفرصة عشان تحسن علاقتك بينهم، واهتم باللحظات دي، مش بس فطار سريع، لكن خلي فيه تفاعل حقيقي، زي مثلا ساعة مميزة بعد الفطور من غير ما تتشتت بالموبايل أو الشغل. ضيف لحظات تسلية زي القصص أو النشاطات اليومية. الخطوة الرابعة، الشغل مش هيقف في رمضان، لازم يكون عندك خطة عمل مرنة. يعني لو مفيش وقت ثابت، خلي عندك فترات سريعة يومية للإنجاز، بس حاول ما تركزش أكتر من اللازم، وخلي فيه توازن، وخليك مستعد لأي تعديل ممكن يحصل في أي وقت. وأخيرا، رمضان فرصة ذهبية إنك تنظم حياتك كلها. لو تابعت الخطوات دي، هتلاقي نفسك بتعيش رمضان بطريقة جيدة، أكتر توازن وأكتر قدرة على الإنجاز في كل شيء. دلوقتي شاركنا في تعليقاتك وقول لنا إزاي هتحدد يومك في رمضان، ولو الفيديو عجبك شارك الفيديو مع أصحابك عشان الكل يعرف أهمية التخطيط في رمضان. رمضانكم سعادة، كل سنة وأنتم طيبين.